في 2017 لو كنت جيت لي وقت ما كنت ماسك الشهادة بتاع ثانوية عامة وشاف درجتي في الإنجليزي اللي هو 25 من 50، وقلت ليا in the future you will speak English, you would see me look at you in a strange way, sure I would take your talk as a joke. ما أكيد يعني، أكيد يعني أنت جاي الواحد جايب 25 من 50 اللي هو حرفيا فاشل إنجليزي جايب بالعافية وبتقول له أنت في المستقبل هتتكلم إنجليزي، رغم إن هو أنا في المستقبل بتكلم إنجليزي، وفي نفس الوقت بقرأ إنجليزي، وفي نفس الوقت بسمع إنجليزي، وبكتب إنجليزي. فكل ده حصل طبعا بالصدفة، بمعنى دي كان يعتبر أول عقدة من العقد اللي اتفكت عندي واتكسرت بشكل يعني ممكن من عند ربنا كده، هو طبعا من عند ربنا، اللي هو بشكل غريب اللي هو والعقد دي ممكن اربطها بقدرات الشخص، يعني اللي هو الحاجات اللي انت تفكر. يعني انا واحد على الورق في الشهادة 25 من 50، يعني حرفيا المفروض كده اقول لنفسي انت فاشل في الانجليزي، وده طبعا اللي كنت بقوله لنفسي. تمام. فدلوقتي لا، عكس كده. وطبعا يعني الحمد لله ان تجربتي في الانجليزي، رغم انها هوريكم الصدفة حصلت ازاي، كسرت حاجة أكبر، اللي هو كان واقفة عائق حقيقي قدام هدفي الرياضيات. بمعنى إن أنا حولت من علم الرياضة لعلم علوم، وتخليت إن أنا أدخل حاسبات ومعلومات، أو تحديدا هندسة كمبيوتر، علشان كنت خايف من الرياضيات. كنت شايف نفسي ضعيف في الرياضيات، لأن أنا برضو في تانية ثانوي نجحت في الرياضة بالعافية. تمام. انا دلوقتي بذاكر رياضيات بالانجليزي، انا برضو مش متخيل. يبقى حوار الرياضيات ده يبقى الكلام فيه فيديو تاني، لان حل عقدته كان مختلف حبتين. ولكن الفكرة في كده اللي هو حرفيا انت، اللي انا اكتشفته ان التحديدات اللي انت محددها لنفسك على اساس الدرجات واراء المدرسين واراء الاشخاص وارائك انت الشخصية عن نفسك ممكن ما تكونش حقيقية وانت ما تعرفش. ولكن الصدفة هقول لكم حصلت ازاي. انا في الفترة اللي هو السنة دي، من سنتين شهر 10 شهر 9 اللي هو 2023، على شهر 10 اللي هو في الحدود دي. المهم يعني انا كنت بقلب على التيك توك عادي، شفت ريلز لحد اسمه جيم رون، بيتكلم كلام، هو طبعا بيتكلم كلام بالانجليزي بس كان مترجمة مكتوبة، لمسني كده، حاسس ان الشخص ده حقيقي. وده اللي اكتشفته ان الشخص فعلا حقيقي، اللي هو بيتكلم عن التطوير النفسي، وازاي نجح، وكان المرشد بتاعه ازاي نصحه يحسن من كلامه ويحسن يطور من نفسه، يكون حاجة، كل ذلك. قصته بكل بساطة إن هو حد كان كعادي زينا، قال 25 سنة، آه، كان دنيته خربانة خالص لحد ما قابل حد فكر إنه يشتغل في الشركة بتاعته، ولكن قابل بقى صاحب الشركة بشكل مباشر، والشخص ده كان غني ونجح وكل الكلام ده، وكان عنده الصبر انه يعلمه اللي هو ازاي يحسن من نفسه وازاي يطور نفسه لحد ما تحت ايده بقى مليونير في 5 سنين. طبعا علشان هو كان تحت ايد مليونير، فاهم؟ فاللي هو اكيد عارف الطريقه بتكون عامله ازاي. المهم، ولكن اصلا الشخص بحد ذاته الفيديوهات بتاعته هو كبير وعنده 60 سنه، فهو فعلا وقت ما مات كان ثروته ايه، نص مليار، حوالي نص مليار. فالفكرة سيبك من بقى حوار الفلوس وكل الكلام ده، إنه حقيقي مش مجرد شخص عمال يتكلم كلام تحفيزي كده وخلاص، ويلا شد حيلك والمفروض تعافر وما تعافرش، وهو في نفس الوقت وقت ما تبحث عن الخلفية بتاعته هتلاقيه مجرد متحدث تحفيزي، اللي هو ما عندوش ما حققش نجاحات، وما عندوش قصة أصلا يحكيها. لا ده بيجيب قصص من ناس تانية. ف... فالمهم مختصرا أثر فيا وصدقته وبدأت أمشي بالكلام وبدأت أتحسن. ولكن أنا ما كانش كفاية، اللي هو الفيديوهات الشورتس دي مش كفاية، اللي هو أنا عايز كتير. فدخلت على اليوتيوب بحثت لقيت لك المحاضرة ما شاء الله ساعة، ساعتين، 4 ساعات، اللي هو أنت إيه يا عم، إيه يا عم؟ وكمان إنجليزي. يعني أنا بالنسبة لي أنا مفيش مشكلة، أنا فرحت إنها كبير بس إنجليزي. فالحاجة اللي أنا طبعا عملتها، بما إن أنا حابب أعمل الشيء وده حاجة، بما إنك أنت فاهم هتلاقي نفسك في حاجة معينة، حتى لو فاهم مشاكل هتحاول تتعامل. وده اللي عملته، اللي أنا بكل بساطة شغلت فيديوهات وشغلت اللي هو السب تايتل كان إنجليزي، ولكن نتيجة اللي أنا كنت عارف بعض الحاجات بالعربي، كنت فاهم هو بيقول إيه، وفي نفس الوقت
وقت ما كنت بقرأ الحاجات اللي كان أوقات بتكون رخمة، رغم إن هو على فكرة بيتكلم بلغة إنجليزية بسيطة جدا، يعني ممكن نقول اللي هو مفيش، اللي هو تحس إن هو بيتكلم كده بشكل بسيط أي حد يفهمه. تمام. فبدأت واحدة 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 واحدة، وسمعي بدأ يتطور، وفهم الإنجليزي وطريقة الكلام الإنجليزي بدأ يتطور. وأنا برضو عايز أذكر المدة كانت حوالي 4 شهور، عشان بس أنا مش عايز اللي هو إيه، علشان أحسسك وأخليك تشعر بشعور حلو قوي، وأقول لك ده مش هاخد منك حاجة علشان يعجبك الفيديو أو إنك تكمل وكل الكلام ده. فلا، الموضوع كان خد وقت، ولكن ده الفكرة، أنا ما كنتش قصدي أتعلم إنجليزي، اللي هو أنا كنت عايز أطور من نفسي، أنا كنت عايز أكون شخص أحسن من ما كنت عليه. فبالتالي اللي هو كنت بسمع فيديوهات للغرض ده، فبالتالي ما كنتش بقيس نفسي اللي هو أنا بعرف أتكلم إنجليزي ولا لأ كذا. وهكذا بعدين بقى بدأت اللي هو حولت الفيديوهات بتاعته صوتيات بيور، بمعنى مفيش كلام مفيش أي حاجة، وبقيت بسمع وبقيت فاهم هو بيقول إيه. وكان نادر خالص إن في حاجة مثلا يقولها أنا مش فاهمها. ونتيجة بقى محصلة الكلمات الكتير قوي اللي سمعتها، جت بقى الخطوة اللي كانت الصراحة كان صعبة بالنسبة لي، اللي اتكلمت عليها، القراءة من الكتب. دي كان حرفيا أنا جبت الكتاب، كان عندي كتاب، كان كتاب واحد إنجليزي، ما شاء الله دلوقتي أنا عندي يجي 70 80 كتاب إنجليزي، كمان مصطلحات علمية وحاجات زي كده. جبت الكتاب وحرفيا أول ورقة ترجمت من نصها أو تقريبا أكتر من نصها، اللي هو كلمات جديدة خالص، لأن الكتاب كان متقدم وكان بيتكلم عن حاجات إيه، متقدمة وكده. ولكن واحدة واحدة لقيت الكلمات بتقل، واحدة واحدة الكلمات بتقل، لحد ما بقى دلوقتي ممكن كلمة أو كلمتين بالكتير في الورقة. تمام. فهنا الفكرة، فبرضه في حوار الكتاب خد مني، بس أنا بقى أسهل صراحة. الكتاب خد مني حوالي مثلا أسبوع أسبوعين. تمام. او هو تقريبا هو ده لو الوقت ضغطته، بس هو خد على تقريبا خد اكتر من كده، هو خد اكتر من كده، بس عشان كنت بقرا في كتب تانية علشان عربي، عشان اخفف على نفس الضغط حبتين. فعشان اول كتاب فبس. فانا مستواي في الانجليزي اتحسن، عقدتي اتكسرت، وبقيت نتيجة التجربة دي شايف نفسي ان انا اقدر اتعلم اي حاجة، وان الصورة اللي كنت واخدها عن نفسي سواء في الثانوية في الكلية أيام ما كنت صغير، من بقى نفسي أهلي المدرسين الدرجات بتاعتي اللي مكتوبة على ورق الحاية، عادي ممكن تتغير، ممكن أكون شخص أحسن. واخر حاجه، لو عايز الماتيريال الفيديوهات والصوتيات الشخص اللي انا كنت بسمع له، فهتلاقيها موجوده في الجروب، اللي انا هسيب الرابط الخاص بيه في الوصف او التعليقات. ولكن خلي بالك ان الجروب ده مختلف حبتين، بمعنى انك يفضل انك تاخد الروابط وتحفظها عندك، لان الجروب ده جروب تطوير نفس وبيساعد على الاستمراريه، متبرمج انك انت لو ما شاركتش اي حاجه اسبوعيا في المكان ده، الانجازات الاسبوعيه بتاعتك في تقدمك الشخصي، فبتخرج تلقائي من الجروب يوم الجمعة تحديدا الساعة 8. فلو أنت مهتم إنك مثلا تبدأ تتعلم إنجليزي وكل شوية تشارك إنجازاتك وتقدمك، فممكن تدخل، والمكان ده هتلاقيه بعنوان الإنجازات الأسبوعية، تشارك فيه، وهتلاقي كايرا البوت اللي هي هتطردك لو أنت ما شاركتش، تقول لك تم تسجيل الإنجاز الخاص بيك. ولو أنت مش مهتم وما عندك وعايز تقعد مع نفسك باختصار كده، فالرابط اللي هتلاقيها موجودة في الرسالة بتاعت تعلم الإنجليزي، احفظها عندك. وشكرا على كده، بس. سلام.